من اللاعبين التوغل والاقتراب من منطقة الجزاء. تعود كرة من جديد، يسلم كرة العريبي، عريبي محاولة المرور، يمرر بشكل رائع، عبد المنعم يلعب كرة بالعرض، فرصة الهدف الأول، والهدف الأول يأتي لمصلحة فريق الترسانة. ونحن مع بداية هذا اللقاء، أي بعد مرور قرابة 14 دقيقة أو 13 دقيقة من زمن هذا الشوط الأول. شرف الدين يستعد، يلعب كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء، والهدف يأتي عن طريق اللاعب مكاري، أحمد مكاري يأتي بالهدف الثاني بضربة رأس بارعة تستقر الكرة في شباك جانبية. تعود كرة من جديد في اتجاه المغيربي، مصراتي مغيربي، فرصة تقدم، فرصة تسديد على المرمى، يرفع كرة عالية وخطيرة هذه الكرة، وهدف ثالث لمصلحة فريق الترسانة عن طريق اللاعب رجب المغيربي بذكاء، يرفع كرة عالية والكرة يطلب من اللاعبين التوغل. تفضل تمرير الكرة أرضية، تعود لكرة من جديد، يرفع كرة عالية مقوسة داخل منطقة الجزاء، من يتابع هذه الكرة؟ فرصة الهدف، والهدف يأتي، الهدف يأتي لمصلحة فريق الترسانة عن طريق اللاعب يوسف فايق، اللاعب اللي يحمل غيار رقم 9. من جديد ركنية، كرة مرفوعة عالية، من يتابع؟ ضربة راس، والهدف يأتي، الهدف الخامس يأتي بضربة راس عن طريق نفس اللاعب أو شرف الدين الرويمض. شرف الدين الرويمض يأتي بالهدف الخامس لمصلحة فريق الترسانة بضربة راس كانت غاية. تنبيهات موجودة للاعبي خط الظهر وجدار اللاعبين. ياسين يستعد، كرة ملعوبة وحارس المرمى وفرصة الهدف، والهدف يأتي عن طريق نفس اللاعب يوسف فايق. إذا يوسف فايق يأتي بالهدف السادس لمصلحة فريق الترسانة. ضربة حرة نفذت بشكل رائع، حارس المرمى يتقدم، يرسل كرة أمامية، هناك هجمة، فرصة تقدم، فرصة توغل، فرصة الهدف، فرصة الهدف، والهدف يأتي عن طريق اللاعب اللي دخل قبل لحظات على ما يبدو لمحمد بن ديدة، اللاعب الجزائري، يجد نفسه وجه لوجه مع حارس المرمى طبعا ياسين الشريف. إذا محمد بن ديدة يأتي بهدف، بالتأكيد هو الهدف